السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معانا روتين قوي جدا شامل كل حاجة: تحضير غدا وتحضير عشاء وتنظيف عميق وغسيل وكل حاجة كل حاجة ان شاء الله في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما اتعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، انا زعلانة جدا من اخر روتين نزل ما جابش لسه 80 مشاهدة. والله انتوا لو تعرفوا الواحد بيتعب قد ايه بتصوير الروتينات دي. يعني لو كل واحدة بس، لو كل بنوتة شاهدت الفيديو للآخر وحطت اللايك يعني انا بتكلم على يعني انا دلوقتي قلنا قبل كده ان احنا قربنا في 3000 مشترك. انا عايزة 1000 بس، انا عايزة الفيديو يجيب حتى 500 مشاهدة، مش طالبة اكتر من كده. بس ان شاء الله اتمنى بقى تعودوني في الفيديو ده. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ومتنسوش تحطوا له لايك زي ما قلت لكم. اول حاجه بقى انا بدات بيها كده، نزلت الشفاط وبدات اللي انا اغسله، كان متبهدل معايا شويه. حطيت عليه سيترس. دايما انتوا متعودين معايا اللي انا بستخدم للحيطه بتاعه اللي فيها الشفاط اللي ورا البوتاجاز والشفاط، دايما بستعمل سيترس. ببخ عليه كده وبمشيه بالسبونشه. طبعا السبونشه دي بعد ما اخلص هتترمى خلاص لانها هتتملى اساسا دهون. هو اي نعم ما هوش متبادل قوي، بس هو بالنسبه لي ده كده متبادل، لان كل ما بتزيد عليه الدهون كل ما بيبقى متعب في تنظيفه. لكن لما دهونه تكون خفيفه كده ما بيحتاجش دعك كتير وما بياخدش وقت مني خالص. دي يعتبر كده حاجه من التنظيفات العميقه. انتوا ممكن بقى تكونوا عملتوها في رمضان، بس حتى لو اتعملت في رمضان اكيد دلوقتي اتبهدلت وفي العيد وكده. الشفاط دايما بيكون ملازمنا كده طول ما احنا واقفين في المطبخ، فبيلم دهون كتير. واحلى حاجه في الشفاط بتاعي ان هو معلهوش الشبكه اللي هي بتبقى خطوط بالطول والعرض دي، لان بصراحه دي بتلم دهون اكتر وبتكون صعبه جدا في الغسيل. انا جبت كده بقى سلكه بلدي ناعمه وصابونه اللي هو الصابون الالومنيا اللي احنا بنعمله في البيت. ده الصابون ماما بتعمله في البيت، انا ما بشتريش صابون خالص. الصابون الابيض ده ما بشتروش خالص من بره. وجبت كده وبدات اللي انا ادعك، ما سبتوش اصلا ان الماده تتفاعل معاه ولا اي حاجه، اشتغلت فيه على طول عشان الدهون ما هياش كتيره. هو مش زي ما هو باين في التصوير، لا هو يعني انا بحاول كده ابين لكم الفلاش بايه، بيفتح الحاجه شويه، لكن هو باين يعني هو مش بالنظافه دي، لا هو متبهدل شويه بس مش قوي يعني. بدأت بقى كده اللي انا ادعكه على طول، عشان زي ما قلت لكم ان هو طالما ما فيش معلوش دهون كتير، مش هيحتاج دعك خالص على طول يعني. يلا بقى شوفي ايه اللي متبهدل عندك كده تنظيف عميق، قومي اعمليه. على فكرة يا بنات انا في حاجة حلوة انا عملتها، انا قلتها لكم عليها قبل كده، بس هي بصراحة انا لما جربتها لقيتها حلوة قوي قوي. ان احنا نفضل اللي في دماغنا نكتبه قبل ما ننام في ورقة. شوفي انتي بتفكري تعملي ايه بكرة، سواء في بيتك سواء مع اولادك. وبالاكتر بقى يعني حاجه زي الشفاط دي مثلا، اهو حاجه بسيطه خالص ما خدتش 10 دقايق، بس هي شاغله بالك فتحسي ان هي بتاخد من وقتك ومجهودك اساسا في التفكير كتير. انا دلوقتي بقيت ماشيه بالورقه والقلم، ان انا مثلا عاوزه اعمل حاجه حتى لو مش هعملها بكره، مثلا هكتبها بالليل النهارده وانا مش هعملها بكره بعده، على حسب مقدرتي. بقوم اللي انا كاتباه لما بكتبها عقلي بيوقف عن التفكير فيها خلاص. يبقى كده انا عملت 90% منها، اللي هو اللي انا يعتبر يعني شلتها من دماغي. فلما اعملها بقى خلاص يبقى كده ما خدتش مني وقت ولا تفكير ولا اي حاجه. فاهمين قصدي؟ يعني مشي حياتكم على طول بالورقه والقلم. وخصوصا بقى اللي زي حالاتي كده ان هم ذاكرتهم ذاكره سمك بيض، بينسوا من اقل حاجه. اللي دايما اللي بينسوا دولت بيقعدوا يفكروا في الحاجه زياده، يعني انت عايزه تعملي حاجه بتفكري فيها كتير. فاهمين قصدي؟ فانا دلوقتي بقيت ماشيه زي ما قلت لكم بالورقه والقلم. اي حاجه انا عاوزه اعملها او نازله اشتري حاجات بكتبها، ما مش بعتمد ان انا نازله اشتري بعتمد على يعني على اللي انا عاوزاه كده. ما انا هروح وقتها مثلا في السوبر ماركت او عند العطار او في اي مكان، ما انا هنسى في حاجات لازم هتتنسى. فانا بقيت على طول حاطه كشكول معايا في درج في المطبخ، اي حاجه تخص المطبخ بكتبها. واي حاجه انا عايزه اعملها سواء في البيت عامه يعني مطبخ بقى او في اي مكان في الشقه برضو بكتبها. زي ما قلت لكم مش لازم اللي اكتبه اعمله في وقتها، بس اكتبه ان انا ابطل تفكير فيه، وان انا خلاص ابقى الخطه بتاعتي قدامي كده واضحه، وان انا اقدر اعمل ايه ومش هعمل ايه دلوقتي وفي حاجات اساسيه لازم نعملها زي ترويق البيت مثلا على السريع. يعني هنا بس بقول لكم ده كده منظر رخامة الحوض عندي.
هشيل بقى الصفية دي، بصراحة انا كنت زهقت منها كده منظرها. آه لا، منظرها ما عدتش حباها، حابة ان انا اغير يعني. وهنا مهما اقول لكم ان انا ما اشيلش، ما احطش صواني ورا الحوض، ست مصريه اصيله لازم ان احنا نحط الصينيه كده. دي الاسكار دي انا عملتها حلوه قوي قوي قوي. يا رب بقى الفكره بتاع النهارده دي تعجبك وتنفذيها. اولا انك تكتبي اللي انت عايزاه، ثانيا انك تعملي الاسكار دي. كنا بنتكلم على الحاجات الأساسية اللي احنا بنعملها في البيت، اللي هو ترتيب البيت، اللي هو من على الماشي كده، ونحضر الغدا. هنعمل حاجة للولاد مثلا طالبين مننا حاجة هنعملها، في غسيل، في تطبيق هدوم، كلام من ده كله. لكن في حاجات بقى بتكون متبهدلة، لازم ان احنا كل يوم نعمل حاجة، حتى لو ضرفة من المطبخ. زي ما انا عملت يعتبر الشفاط ده، انا اعتبرته النهاردة في يومي، في روتيني، حاجة تنظيف عميق مش هعملها كل يوم. فانا ببدأ الحاجات اللي انا مش هعملها كل يوم دي، بحب ابدأ بيها يومي قبل ما اعمل اي حاجة. ليه؟ لان كده كده اليوم يومي انا هعمل الحاجة يعني، سواء بقى مضغوطة مش مضغوطة، في طبيخ هيتطبخ، في غسيل. فدايما الحاجة اللي احنا مش هنعملها بشكل يومي هي دي اللي احنا نبدأ بيها يومنا. ده كده الشفاط بعد ما اتغسل بقى وتروق عليه بقى شكله يفتح النفس كده. يبقى كده انا خلصت الحاجة اللي انا هعملها، اللي هي تنظيف العميق. نبدأ بقى ايه في الغدا. كنت فطرت كده فطار خفيف، ورتبت البيت ترتيب كده من على المشي، وبدأت دخلت على طول في تحضير الغدا. هنعمل النهارده بقى مع بعض الفراخ البلدي بقى، حلاوتها بقى بالشوربه بتاعتها دي. انا بحب الفراخ البلدي دي جدا، واحب الشوربه بتاعتها. هنحط بقى ايه معاه، بصلايه وطماطمايه وفلفلايه والحاجات اللي بتبقى معاها، الكبده والقنصه بتاعتها والكزرولة اللي لونها احمر دي. انا حاطه الميه تغلي، بحيث انا على ما لوح الفرخه ما شاء الله كانت سمينه، فما ما احتجتش خالص اللي انا احط مثلا معلقه سمنه بلدي او اي حاجه. حاطه الميه تغلي عشان لما الفرخه تتلوح كويس اكون الميه سخنت او منزله عليها بالميه السخنه. انا بحب دايما اطبخ بالميه السخنه، بتسرع في عمليه السوا وبتنجزك. وكمان ما الطيور بالذات ما بتحبش الميه اللي هي الفتره او الميه العاديه لسه، دي بتعجل من السوا بتاعها، ما تخليش السوا بسرعه يعني. حطيت بقى البصل والطماطميه والفلفل والورق اللوري والفلفل الاسمر والحبهان، الحاجات اللي بتخليها بقى ايه حلوه. والكمان اللي بيخليها احلى لو انت عندك جزر برضو حطه، بيخلي طعمها حلو. انا الشوربه دي استكفيت بيها كده، بس نزلت عليها بقى بالميه وركنتها. بص تحضير الغدا، عشان انا برضو من بالليل عارفه اللي انا هطبخ ايه، ما خدش مني ممكن نص ساعة. الفرخة على ما استوى كنت عملت الرز، كنت عملت الملوخية، كله على طول، ما خدش حاجة. تخيلي بقى لو انت نايمة وانتش مجهزة حاجة في دماغك، مش عارفة لسه هتطبخي ايه، والله العظيم يومك بيعدي وانت لسه بتفكري انت هتعملي ايه. صح ولا غلط؟ هندي بقى الشعريه اللي احنا كنا مجهزينها برضو مع بعض من الانجازات اللي هتساعدني اهو. حطيتها وحطيت شويه زيت صغيرين، وبدات انزل عليها كده بالرز على طول، يا دوبك لوحتها في الماده الدهنيه، وبعد كده نزلت عليها بالرز كده برضو. خلصت الرز وخلصت اللي هو نوع البروتين اللي هي الفراخ. هجهز بقى الخضار. على فكره بحب الرز بالشعريه، طالما عملت رز بالشعريه مش حابه ان انا اعمل لسان عصفور، احسهم الاتنين بيبقوا تقال مع بعض. بس ساعات بعملها وساعات لا، بس انا في الوقت ده ما كنتش حابه اللي انا اعمل يعني لسان عصفور. بحط هنا برضو الميه مغليه. حابه انت تستعملي الكتل، انا اوقات بستعمل الكتل واوقات لا، بس طالما هستعمل طيور بحوم جايبه اللي هي اللبانه دي، ولا اسمها الجرزونه، ايا كان اسمها يعني. املاها ميه احطها على البوتاجاز تغلي، اخد منها بقى للرز واخد منها للي انا بطبخه، يسعفنا على طول. عودي نفسك دايما تطبخوا بالميه السخنه. وكده حطيت لها بقى المقدار بتاعها من الميه والملح وخلاص كده. سايباهم الاتنين بقى، الرز بتردد والفرخه بتستوي على نار هاديه. دايما عودي نفسك الطيور اول ما ميتها تغلي تهدى عليها. هنا بقى هعمل ايه، هعمل طبق صغنطوط كده من الملوخيه. ده التوم اللي احنا مفرزينه في الفريزر. انا بحب دايما التوم يكون عندي متفرز برضو، بيساعدنا على طول. شوف الحاجه عشان متفرزه مجهزاها قبلها، يعني الصلصة اللي بتتعبنا يعني بتاخد مننا يوم ووقت ومجهود كبير، بس بعدها بتقضي معانا شهور وبتبقى حلوة جدا وبتسعفنا في الغدا. دي بقى دي صلصة بس ماما اللي عاملاها.
فانا هيعطيها البرطمان ده، فانا شوف انا خدت معلقه واحده بس، لان هي ما شاء الله مركزه جدا وحمرة جدا، احلى كمان من اللي بنشتريها من بره. انا ما بشتريش صلصه خالص من السوبر ماركت، الصلصه اللي هي المعلبه دي. دايما اما يكون وقت الطماطم رخيص بجيبها وبعملها، وانا عملتها معاكم قبل كده وقعدت معايا اكتر من سنه كمان في التلاجة مش في الفريزر. ولو احنا في الشتاء هتحطها بره التلاجة عادي جدا زيها زي اللي بتبقى في السوبر ماركت بره. المد اللي هو شويه الزيت اللي على الوش البرطمان ده عشان تحفظها من العفن. وهنا بقى لما اتلوحت كده نزلت عليها بقى بشويه من الشوربه، وبعدين هنزل عليها بالملوخيه، الملوخيه اللي انا هعملها ملوخيه ناشفه يعني. نسيت هقول لكم وانا بنضف الحوض، انا استعملت اوكسي. الاوكسي بيدي لمعان كده حلو للبلاط، زي ما يكون احنا بنغسل بلاط الحمام. فانا غسلت بلاط الحوض غسلته بالاوكسي، بس هي ما كانتش بتدي رغوه معايا شويه عشان كانت السلكه دي عليها اللي هو سيترس، فسيترس بيطفي اي رغوه تيجي عليه ولا فيري ولا اي حاجه. ده كده بقى شكل الغدا بتاعنا. هو كان في طبق رز تالت بس متصورش. حرفيا يا بنات الغدا ده ما خدش مني نص ساعه على ما الفرخه استوت، كان الرز اتعمل، كانت الملوخيه كل حاجه اتعملت في ثانيه. التصوير مش واضح معلش عشان الفلاش كان طافي. ونروح بقى نتغدى ونشوف هنكمل بقيه يومنا ازاي. انا رجعت هنا بقى، كنت اتغديت وريحت بقى كده شويه، قلت بقى اغسل الرخامه حلو عشان اعلق الاسكار اللي انا عاملاها. بالمناسبه الاسكار اللي انا عاملاها دي جايباها من على برنامج اسمه بنترست من على النت، ونزلتها ووديتها للمكتبه، قلت له اطبع لي الورقه دي الوان، وخليته غلفها لي. هي اتكلفت حوالي 10 جنيه الورقه دي، بس حلوه جدا جدا جدا. لما حطيتها بقى جنبي على الحوض كده، اول ما بنصحى احنا طبعا من النوم بنصلي الصبح او الفجر على حسب ما هنلحق يعني اللي احنا هنصليه. الاذكار لو ساعات احنا نكسل شويه، لكن هي ما شاء الله لما انت تحطيها كده بقى تقوم تحضري الفطار في طبقين هتغسلهم او كده، بيبقى تبقى في وشك دايما، تخلي لسانك رطب بذكر الله، ودايما ما تنسيش الاذكار الصباح والمساء، لان احنا طول اليوم واقفين في المطبخ، فعلى قد ما نقدر بنعمل الحاجه اللي تساعدنا على الذكر على طول. فهي بالنسبه لها يعني 10 جنيه ده مش حاجه قدام ان هي تساعدك على طول ان انت تقولي الاذكار. فانا بصراحه انا شفتها على النت، على جروبات كتير على النت، فالفكره عجبتني فنفذتها، فحلوه جدا جدا. الاوكسي بقى شايفين بيدي لمعان للرخامه، وانتوا عارفين بقى اللي بيدي لمعان اكتر للاستانلس ايه؟ اللي للبنات اللي الاستانلس بتاعها بيبقى على طول مطفي. جربي تحطي حته معجون اسنان على السلكه وتدعكي بيه من غير ميه كتير، يعني تكون نقطه ميه صغيره، وتمسكي تدعكي الحوض ده، بيخليه ما شاء الله كده ببرق كده. يعني الاستانلس بيحب جدا معجون السنان في التلميع زي ما بيلمع سناننا كده. انا جربت برضو دي كانت حلوه جدا، بس انا ما عملتهاش المره دي، كنت عامله بالاوكسي، بس هي ما كانش مرغي معايا زي ما قلت لكم عشان السلكه كان عليها اللي هو السترس زي ما كنا بنغسل الشفاط في اول اليوم. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات، حلوه ولا اعمل لكم وصفات ولا انتوا ايه؟ يعني اللي انتوا عاوزينه اكتبوه لي تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله اللي انتوا هتكتبوه نعمله مع بعض ونجرب ونشوف يعني الروتينات الاحسن ولا الوصفات دي. كده بقى الشكل بعد ما فضيته، انا شايله هنا، انا بحط في الجنب الناحيه الشمال اليمين بحط فيها المعالق، بس انا دلوقتي هغير المصفى دي اللي انا كنت بستعملها الاول، اللي هي المصفى الاستانلس. انا خلصت الجزء ده من رخامه وبلاط، فعندي الجزء ده اللي هو الخشب، الجزء اللي فوق الحوض متطرب شويه، فانا بقى ايه هبدا اللي انا المعه كده بالفوطه. هو الحمد لله يعني الجزء ده مبقاش عنده فيه دهون خالص، بيبقى بس مطفي من التراب لان بيبقى ناحيه البلكونه. فالجزء ده بلمعه بملمع الخشب على طول، بجيب الفوطه اشيل منها التراب واجيب الفوطه تانية ألمع بيه بمورال او اللي هو التاني ده مش عارفه اسمه ايه، مش فاكره اسمه يعني، اللي هو ملمع الخشب عامه، لان انتوا عارفين ان الخشب ما بيحبش خالص الميه، ضد الميه. لكن ما يمنعش برضو اللي انا عندي كذا ضلفه انها بتبقى قريبه من البوتاجاز، فبتلم يعني بتسيب نقط كده اللي هي نقط الصفرة اللي هي بتاع الدهون،
فبعمل لها وصفه ان شاء الله اعملها معاكم في الفيديو الجاي، نشوف ازاي احنا هنشيلها من غير ميه، وهتبقى حلوه جدا من غير كمان ما نحط سترس. لان انا في مره جيت اللي انا اشيل الدهون اللي على الضرفه اللي بتبقى جنب البوتاجاز، فحطيت ايه بقى تتوقع؟ حطيت سترس كده مباشر، فللاسف ساب بقعه كده. الحمد لله اللي انا جربتها في حته صغيره، ما عملتش في ضلفه كبيره او تكون باينه او كده. فخلاص من يوم ما عدتش حطيت عليه سترس خالص. دي بقى المصفى بتاع المعالق، هي مصديه شويه، هي ستانلس لونها فضي ومصديه، فيها نقط صدى كده خفيف. فانا جبت بقى البخ اللي احنا كنا جايبينه مع بعض، شوفوا هو بقالي كذا شهر، بس شوفوا جه وقتها، جه النهارده بقى يومه ان انا احتاجه. هيخلي شكل المصفى بتاعي شكلها حلو جدا. هي اللي طالعه دلوقتي اللي هي لونها جولد، فانا هحولها للون الجولد بالرش ده. انا كنت جايباه معاكم من قبل رمضان، بس لسه ما استعملتوش بصراحه. ففي اليوم ده بقى انا استعملته كتير. انا قلت هجربه كده. هو مكتوب اللي احنا نرش رشه خفيفه من على بعد، ونصبر حوالي 3 دقايق او 5 دقايق، وبعد كده نرش رشه تانية، فالماده بتثبت اكتر واللون بيظهر اكتر. فانا رشيت شويه. انا بعمل بحذر عشان مش عايزه اللون يجي على ايدي، وحاطه طبعا كرتونه عشان هي اللي تشتغل اللون ما يبهدليش الدنيا، وبدل ما اضطر اخرج بره اعمله في البلكونه او قدام باب الشقه يعني. فانا استغليت فرصه ان الرخامه دي فاضيه، لان احط فيها ازاز الميه في التوقيت اللي مش محتاجين نحط فيه ميه في التلاجة. لما عملتها مره ورجعت عملتها مره تانية، اللون ظهر اكتر وبقى شكلها كويس. انا كنت حاطه بقى المعالق بتاعتي بتاعه تقليب الاكل وكده، اللي هي المعالق السيليكون والمعالق الخشب. انا كنت حطاها برضو في الكوبايات الازاز اللي هي كانت طلعت فتره من زمان دي. فانا برضو لما لقيت دي ظبطت معايا المصفى دي. هما كان عندي 2 المصفى دي. كانوا عندي في المحل، فكانوا صدوا صدى خفيف، فطبعا ما ينفعش ان هم يتباعوا، فانا خدتهم ليا البيت. شوفوا انا بقول لكم كل حاجه يعني ايه بصراحه ومصداقيه يعني دولت كان احنا بنبيعهم في المحل، فصدوا حاجه خفيفه خالص، فزوجي بقى قال خدوهم ليكي لان هم كده مش هينفعوا يتباعوا. فانا لما عملتهم كده بصراحه شكلهم بقى تحفه جدا. ايه رايكم بقى؟ انا جربت في واحده قلت لو ظبطت احط فيها المعالق والسكاكين، فلما لقيتها ظبطت جبت التانية وعملتها نفس الوضع برضو، وحطيت فيها زي ما قلت لكم الادوات التوزيع بتاعتي اللي انا بقلب بها على طول في البوتاجاز. كنت بقى حاطه كده شويه هدوم يتغسلوا، قلت اما الحق الشمس قبل ما تطير. احنا بقينا الجو حر، فالهدوم ما عادتش بتاخد وقت على طول، يعني بتنشف على طول. فانا دايما لما احب انشر احب ارخي الستاره لقدام كده وانشر، ما يبقاش حد شايفني، وبعد ما اخلص نشير بقى اقوم سحبه البتاع الستاره لجوه، فالهدوم تنشف على طول. يعني كده الروتين ماشي طبيعي خالص، ما فيهوش اي حاجه غير ان احنا بس يا دوبك رتبنا افكارنا وعرفنا احنا هنعمل ايه، فكل حاجه مشت بسلاسه الحمد لله يعني. الفيديو ده كده احنا خرجنا منه ب3 حاجات. اول حاجه عملنا الاذكار اللي دايما هتخلينا نقرا الاذكار الصباح والمساء، ما ننساهاش خالص في خلال وقفتنا في المطبخ. تاني حاجه افكارنا نكتبها على طول عشان تساعدنا ان احنا ننفذ. فاحنا لما نكتب كده احنا عملنا 50% من اللي احنا عايزين نعمله، سواء بقى هنكتب بالليل او هنكتب اول ما نصحى من النوم على طول. هنا كنت بوريكم الضرفه اللي هي ما شاء الله اتلمعت. هنيجي بقى هنا لتلزيق الاذكار دي. انا لزقها بمسدس شمع، بوريكم ان هي انا عاملاها كده مغلفاها، علشان طبعا بقى المكان بتاع الحوض ده بيبقى مليان ميه على طول. فطبعا لو انا عامله الورقه عاديه خالص مش هتاخد مني يوم، يعني هتبوش بسرعه. كنت عايزه اعملها ورا الحوض على طول، بس انا بصراحه عجبني شكل الشوكه والمعلقه والفنجان والكلام من ده. بتاكد ان المكان اللي انا هعمل فيه ما فيهوش اي ميه خالص، وكمان ما فيهوش اي طرطشه دهون. نتاكد كده من الحاجات اللي احنا لما نكون هنلزق. وبرضو السبراي اللي انا كنت برشه مسحت حلو جدا المصفى، لان الدهون اللي ما بتبقى على الحاجه بتبقى عازل، ما تخليش الحاجه تمسك معاكي، سواء يعني هتثبتي حاجه، يعني لو البلاطه عليها دهون مش هتلزق معاكي في الشمع خالص. هي ما شاء الله كده ما خدتش مني ثواني وتركبت في ثانيه، وبصراحه حلوه جدا. يا رب بس انتوا تنفذوها. بالمناسبة أنا عاملاها في المكتبة هنا في محل الدمنة، للبنات اللي هيسألوني يعني انت عاملاها فين الورقة دي.
هنا بقى المصفيتين انا حطيتهم اهو، الادوات التوزيع دي كانت على الرخامه التانية، فانا حطيتهم بقى بانهم اتنين شكل بعض، فحطيتهم جنب بعض كده على الحوض، وفوقهم بقى كده الاسكار. شايفين شكلهم حلو قوي 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 يعني، وعلى الطبيعه كمان احلى. حطيت واحده فيها الشوك والسكاكين والمعالق، وواحده فيها ادوات التوزيع. ودي هنا الاسكار كده شكلها حلو. وكده خلصنا بقى الرخامه ما شاء الله فاضيه، كنت لسه بقى هملى الازايز وهحطها في التلاجة. هنا انا بقول لكم ملمس الرخامه ناعم بسبب الاوكسي، بيخلي الملمس حلو قوي. نيجي بقى خلاص، كنا بقينا بالليل هنحضر ايه؟ هنحضر العشاء. انا كنت جايبه في اليوم ده عيش سوري، فاولادي عرفوا لما عرفوا اللي انا جايباه، انا كنت جايباه على اساس الغدا بكره ان شاء الله، قالوا لي لا اعملي لنا سندوتشات سوري، اللي هو عيش الشاورما يعني. فانا حمرت لهم كده بطاطسايه، وكنت جايبه بقى الصوص والكلام ده. وولادي ما شاء الله يعني مش متعبين خالص في السندوتشات، عايزين السندوتش بالحته الصوص، تحط لهم كده شويه من الصوص اللي هو الكاتشب على مايونيز، او لو في توميه برضو، وتحط حته الجبنه. على فكره الفلفلايه اللي انا حطيتها دي اتشالت بعد ما السندوتش اتعمل، يعني انا حاولت ان انا احطها وبرضو شالوها، فعشان كده انا قلت اما احطها بشكل طولي شويه، يعني مش صغيره قوي، عشان لما اجي اشتلها تشال على طول. وهبدا الف كده، وما شاء الله العيش عشان كان طازه كان حلو جدا، ما كانش محتاج ان انا احط له عيش. العيش ده بيتعمل في الفريزر بيبقى حلو كل حاجه، بس بيكون بايش شويه او بيبقى رقيق شويه فعشان كده ببقى احط له قطعه عيش من العيش العادي البلدي بتاعنا. انا عملت لكل واحد سندوتش، والحمد لله يعني محدش فيهم قدر يخلص السندوتش بتاعه، بس المهم اللي انا عملت لهم الغدا ده العشاء ده بيكون عشاء سريع وخفيف ولذيذ. عايزه بقى تحطي انت فيه اي حاجه انت بتحبيها. على فكره في ناس بتعمله بجبنه وخيار وتسخنه كده في الطاسه، جبنه وخيار انتوا متخيلين، او جبنه وفلفل، اي حاجه يعني بتعمل. العيش ده حلاوته ان هو شغال معاكي في اي حشوه انت تحطيها، كل واحد حسب راحته. حطيت الجبنه الموتزاريلا، هي كانت لسه متجمده شويه، كانت في الفريزر، لان ما كنتش لحقت بقى، ما كنتش عامله حسابي اللي انا هعمل لهم السندوتشات دي. فعملتها لهم كده بقى، وتعشوا بقى بألف هنا. وحلو قوي العيش السوري ده، انا ما بستغناش عنه، اللي هو ولا عيش الكريب على طول، خصوصا في فصل الصيف مش بنحب الخضار كتير خالص، الجو بيكون حر واحنا بنميل للحاجات دي اكتر. حطيته بقى كده في التوستر، وسبته بقى يبقى زي اللي جاي من بره بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم والروتين استفدتوا منه، وان شاء الله تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وتعوضوني على الفيديو اللي فات، عشان انا زعلانه جدا والله عن الفيديو اللي فات، ما جابليش اي مشاهده. لا الواحد بيتعب يعني، مش يعني التقدير برضو بيكون كويس، بس ان شاء الله هتعوضوها معايا الفيديو ده. ده كده السندوتش بقى، هو كان لونه ذهبي بس كان سخن جدا يعني، هو باين، هو مش عارفه باين طالع في التصوير ان هو زي ما يكون مش محمر ليه، لا هو كان لونه الخطوط كده لونها محمريه وشكله حلو. هو كان لسه سخن. حلو ميزه التوستر ده يا بنات ان هو بيقفل السندوتش من الطرفين، فما يعني تيجي تاكل السندوتش ما يقعش الحشو منه من تحت، فاهمين قصدي؟ بيضغط خالص عليه من الطروف كده، ما بيخرجش الحشو خالص. لكن بقيه الكيس بقى ان شاء الله هشاركه معاكم في الفيديو الجاي، ونعمل احلى غدا بيه ان شاء الله. انا كنت عايزه افتحه لكم، وكنت بس هو كان سخن وما كانش باين. الحاجه ما بتكون سخنه ما بتبقيش انت عارفه تمسكيها. هو هنا باين فيه الجبنه اهو، البطاطس والفلفل، انا بحب الفلفل في السندوتشات دي جدا. كده الفيديو خلص معاكم، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. شيروا الفيديو لكل اصحابكم، اشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. مع الف مليون سلامه.